السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى واجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتم في كامل الصحة والسعادة. انا منى الهادي ودي قناتي فضلا وليس امرا. لو بتشوفوني لاول مرة لايك وشير واشتراك مع حبايبكم عشان يدعولكم دعوة حلوة من القلب عشان يشوفوا الوصفات الجميلة اللي انتم بتشوفوها دي. ده لو عجبكم الفيديو. شايفين الكفتة الجميلة بتاعتنا النهاردة ديت؟ شوية اضافات بسيطة كده جميلة، ما هيش حاجة، مش حاجة يعني صعبة ولا حاجة مش في متناول ايدينا، لا موجودة في كل بيت، وهتضيفيها عليها هتديكي طعم مختلف جدا جدا في طريقة عمل الكفتة. حاجات بسيطة جدا. وعملنا الطحينة مع بعض وعاملاها انا في البيت معاكم، الطحينة قصدي على القناة بدون اي اضافات. ان شاء الله تشوفوها وتعجبكم يا رب. يلا يا حبايب قلبي على وصفتنا، نشوف هنعمل ايه. هنبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب يسر أمورنا جميعا يا رب. أول حاجة هبدأ بيها غسيل الخضار عشان بناتنا الأمامير الصغيرين الحلوين، لو مش عندهم فكرة عن طريقة غسل الخضار بالطريقة ديت، يبقى ايه عارفين ينضفوا الخضار كويس ازاي. انا غسلت كويس ده البقدونس وشوية روزماري معاه، غسلت كويس قوي على المصفى تحت الحنفية. بعد كده ضفت عليه شوية خل وكمان عصير ليمونة، وهركنه على كده على جنب عشان اي ميكروبات فيه تموت. معايا كمان بصل وفلفل، 4 قرون من الفلفل و5 بصلات. هبشرهم وهرجع لكم. وهدق الفلفل في الهون، مش هفرمه، هدقه دق ناعم كده زي المفروم بالظبط. معايا البقدونس بقى رجعنا له تاني، هنغسله كويس اوي في المية اللي كان فيها ديت ونشيله في طبق تاني، وهناخد الطبق اللي هو كان فيه نفضي المية منه ونغسله تحت الحنفية ونجيب مية نضيفة. ونفس الطريقة نشيل من الطبق التاني، والطبق التاني باخده اغسله برضو قبل ما احطه فيه تاني. تشيليه من هنا تغسلي مكانه وتحطيه هنا تغسلي مكانه، عشان البكتيريا والحاجات اللي بتبقى فيه بتتعلق على الحروف عشان ما تموتش، لان الخل وعصير الليمون بيموت الحاجات ديت. فضروري جدا نغسل الطبق مكانه. بوضح قوي عشان البنات تبقى عارفة الصغيرة. غير كده انا اتعلمت الطريقة دي من دكتورة بطنة، قالت لي ضروري جدا غسل الخضار بالطريقة ديت عشان تضمني نظافته 100%، تحافظي على ولادك وتحافظي على نفسك من الحاجات اللي بتكون في الارض وبتتعلق بالخضار. الروزماري دون هقطعه ناعم، والبقدونس هقطعه ناعم عشان هناخد منه شوية على اللحمة المفرومة اللي هنعملها كفتة النهاردة ان شاء الله. معايا نص كيلو لحمة مفرومة. هنشوف بقى هنكمل الوصفة بتاعتنا ازاي. معايا يعني اقل من ربع معلقة من الكربوناتو، اللي هي كربونات الصوديوم اللي بتتحط على الفلافل او الطعمية. ومعايا كمان ملح، البهارات ديت حبهان مطحون، فلفل اسمر، قرنفل بتاع دوت كاري، وتوم باودر وبصل باودر وكزبرة ناشفة. لو عندك قرفة حطي شوية قرفة مع القرنفل، بتدي طعم مختلف. مش في طعم قرفة ولا في حاجة طعمها ظاهر، بس الطعم مختلف جدا. معايا توم، معلقة توم مفروم، والروزماري هو اللي كان مع التوم. الفلفل انا زي ما انتم شايفين كده دقته في الهون بملح خفيف فعمل مية. طبعا انا خدت الفلفل بس وسبت المية بتاعته. البصل هنضيف بقى البقدونس الاول، حوالي معلقتين من البقدونس او 3، طعمه جميل معاها جدا. البصل فرمته بشرته على المبشرة، هنعصره كده من المية بتاعته، وهنسيب العصير دوت هنحتاجه. هقول لكم هنعمل بيه ايه. تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل حاجة بالتفصيل. عصرنا البصل كويس قوي من المية بتاعته، وهنضيف لسه بقسماط. معانا 3 معالق بقسماط، مش اكتر من كده، عشان لو كترت بقسماط عن كده مش هيبقى للكفتة طعم. 3 معالق بس كفاية قوي. عايزة تحطي بودر بدل الكربونات وحطي بودر، مش في مشكلة خالص، بينفشها كده ومش بخليها تكش قوي يعني.
هنقلب الخلطة بتاعتنا دي كويس قوي عشان تختلط ببعضها، ما يكونش فيها اي حاجة. ضروري جدا الخطوة ديت تقليب كل حاجة مع بعضها كده. ممكن تضربيها في الكبة او في المفرمة لو مش عايزة تقلبي بايديك يعني. هنركنها على جنب تتبل شوية، تاخد في التتبيلة بتاعتها كده وايه، ونجهز عصير البصل عشان هنصبع بيه الكفتة. هناخد كده حوالي معلقتين من الزيت على شوية من عصير البصل، مش هناخده كله عشان هو مش هيتبقى منه شوية يعني. مش معايا معلقة بابريكا وربع معلقة فلفل اسمر لسه هضيفها، وكمان معايا ربع معلقة ملح. التتبيلة ديت بنصبع بها الكفتة، بتبقى طعمها جميل جدا وبتفرق في اللون كمان، هتشوفوها دلوقتي عاملة ازاي. ضروري جدا اللحمة المفرومة بعد ما نقلب فيها التتبيلة بتاعتها وشوية الإضافات اللي ضفناها عليها، نركنها يعني نص ساعة كده ولا ساعة في التلاجة أو برا التلاجة على حسب الجو بقى، شتا ولا صيف. هنصبعها بقى كده وننزل في عصير البصل والبهارات اللي حطيناها عليه كده. شايفة لونها اختلف ازاي؟ بتفرق جدا جدا في اللون وفي طعمها من بره بقى، بتغلفها كده الزيت وبتبقى فيها لمعة كده جميلة. بالطريقة ديت البنات الحلوين الأمامير يشوفوا الطريقة ويعملوا بالطريقة ديت، شوية إضافات بسيطة جدا وطعمها لذيذ جدا جدا. عارفة كل حبايبنا بيعرفوا يعملوها، لكن كل واحد له طريقة وكل واحد له حاجات بيحب يضيفها. لو في حاجة أنا حطاها مش عاجباكي براحتك ما تحطهاش، عايزة تحط حاجات تانية زيادة مش مشكلة. ال3 صوابع دول انا شلتهم على جنب، وفي فيديو تاني هعمله كده شوية افكار حلوة للمطبخ هتعجبكم جدا، هقدمه لكم ان شاء الله. طبعا الطحينة انا عندي سمسم عملتها وخدت منها شوية بقى. طبعا بدون، شايفينها ناشفة ازاي بدون زيت. انا ما دوستش عليها جامد بصراحة عشان كان المفروض اخدها على الخلاط بعد ما ضربتها في الكبة، لكن الخلاط عندي الدرق بتاعه مكسور فعملتها كده ومكملتش على الخلاط يعني. معايا مية دافية، نحط شوية شوية كده، نجهز الطحينة للحمة الكفتة قصدي. على حسب ما انت عايزة الطحينة قوامها عامل ازاي بتضيف المية واحدة واحدة كده. عايزة تخليها سايلة قوي براحتك، عايزاها تقيلة شوية براحتك. معايا نص معلقة ملح، كمان ربع معلقة كده من الفلفل الأسمر. طبعا الملح اللي انت حباه، الفلفل الأسمر دومش عليه ملح. عايزة اضيف اي حاجة تانية اضيفي، ممكن تضيفي كمون كمان. معلقة صغيرة من البابريكا. وهنقلب بقى شوية البهارات اللي على الطحينة دي، مديها طعم جميل جدا، وعصير ليمون كمان لسه هنعصره، وشوية خل. حطي معلقتين خل كمان، مش عارفة تصوروا ولا لا، لكن ضروري الخل والليمون اهم حاجة في التتبيلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص كده جهزت معانا الطحينة، هنصبها بقى في البولة ديت، وهنجهز اللحمة طلعناها من الفرن.